يعني اذا كان لابد اني اعمل تشيز كيك ما فيش فيها بيض وما تنحطش بالفرن وما بتاخدش وقت كتير، بدي اياها سريعه وبارده، لازم بهاي الطريقه مش اي طريقه ثانيه. في بعدك شغل رهيبه. شفت الشيف فاطمه كيتشن عملاها، بدي بسكوت دايجستيف او اي نوع بسيط مش معجق كتير بالطعم. عجبتني وصفه الشيف فاطمه بس بدي اغير فيها. اللوتس مش حغيره، نص بسكوت عادي ونص لوتس. وفي البايركس بحط نص قالب زبده او اقل شويه في الميكرويف على السريع. بنزل البسكوت، بنزل على الزبده السايحه وبقلبها. اذا عندي كفوف بعملها زي هيك. اذا بدها تتمسك اكثر بحط عليها نقطه مي صغيره، تتماسك زي هيك صارت جاهزه. ورقه زبده بعملها بالشكل هذا وبقصها مدوره. بنزل عليها البسكوت وبكبس عليه. اذا بدي بخلي الطرف عالي هيك ممتازه، بحط على جنب. بجيب معون ثاني وبدي جبنه كريميه ملحها قليل، بدناش اياها تكون حلوه كثير. ممكن تحطوا كاسه سكر، انا بدي احط بس نص كاسه. بدي ليمون اخضر اللي هو اللايم. الليمون في التشيز كيك بده يكون كتير. خلص خليني احط 4 بس. بوسكها. وبدنا الفانيلا زي ملعقه صغيره وبنحطها على جنب. هجيت بجيب الدبل كريم او الويبنج كريم او كريمه الخفق من الفريزر، حطيتها قبل ربع ساعه عشان في الخفق لازم يكون ساقع عشان يعطينا القوام المناسب. صار زي البوظه هيك. حيخف السكر، مضطر احط كمان شويه سكر. ممكن اضيف سكر بودره ملعقه واحده بس وعلى سرعه عاليه هيك منيح. كمان شوي لانه الخليط الثاني رخو شويه، بدها هذه تكون جامده قدر الامكان عشان ما تفك. بنزل شويه شويه وبقلب تقليب مش خفق. شايفين كيف لسه جامده؟ بنزل كمان شويه. شايفين لسه متماسكه. بنزل باقي الكميه. بكتب لكم المقادير جنب الفيديو. حتلاحظوا انها ما راح تنزل بانسيابيه، وهكذا يجب ان تكون. بفردها رويدا رويدا. هجيت شوف عليها كيف بدي اعرف البلو بيريز من جوا حلوه ولا لسه مش حلوه وحامضه. بكل بساطه بجيب ميه بحراره الغرفه وبنزلهم. هلقيت الحبات اللي حلوه من جوا ومستويه 100% راح تضل في القاع، واللي بتطفو فوق على السطح بكل لسه حامضه من جوا. باخدهم زي هيك. هلقيت بنرجع للتشيز كيك تبعتنا الحلوه. هيك صارت حلوه ومزيانه. بدي اعمل تشكيله مميزه، فجاي على بالي اعمل هيك. بدي ارسم الخط اللي بدي امشي عليه. لا بزبطش، خلص بدون خط. يعني مش شرط تعملوا هيك، بس انا جاي على بالي اتفنن اليوم. العسل اللي حطيته وترجعت عنه خرب علي المنظر. ضايل خطين هنا. هي فكره وبدي اطبقها، مش عارف تزبط ولا ما تزبطش. التخبيص مستمر يا جماعه الخير. المنظر هذا انا مش عارف ايش اعمل فيه. خلص بنعبيه عسل. انا عشان هيك بحبش اعمل حلويات، ماليش في الروقان انا والهدوء والحركات، ماليش في القصص هذه. ممكن احطها في الثلاجه ساعه وبعدين جاهزه للاكل، او لانه تغيرت الخطه بجربها بكره. بس بالنسبه لكم ساعه بالثلاجه بيكون ممتاز. حبايبنا اللزم خليني اجيبها بالثلاجه. بدي ادوقها قدامكم بسرعه عشان اطلع مشواري. وبفتحها. يا سلام، شغل نظيف يا عمي، شغل مرتب ونظيف. شايفين كيف؟ بجيب الصحن بس. بقدر اسحب الورقه، بقدر والله ممتاز. بعد ما اطلعها من الثلاجه بخليها تاخذ حراره الغرفه ربع ساعه لنص ساعه. سكينه بحطها تحت المي السخنه تدفى شويه. وين في مثلث بمشي عليه. ممتاز. هذا المثلث اللي رسمته. يا سلام، شايفين كيف؟ شايفين القوام كيف فلفي؟ في بعدك شغل. يا سلام. وهلقيت تشوفوا معي الخفه والطراوه. يا سلام، بسم الله. يا إلهي. تفوز. خفيفة بس بنفس الوقت غنية بالطعم. خلاص أكلت كثير أنا.